فرخة ومحتارة تعمليها ايه؟ تعالي نعملوها صينية بطاطس بالفراخ تحفة وسهلة وبسيطة وعلى طريقة مسك. الطعم خطير في قلبك، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، صينية بطاطس عظمة عظمة عظمة. يلا بقى نشمروا ايدينا ونسموا الله ونصلي على رسولنا ونشوفوا بقى هنعملوا ايه مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، معايا بولة هنزل ببصلاية مقطعاها جوليان خفيفة خالص وفص توم، ومعايا مجموعة فلفل الوان وقرن سبايسي يا بنات، ومعايا مكعب ماجي. ايوه كده. تعالوا بقى نحط البهارات، نص معلقة بهارات سبعة، نص معلقة قرفة، وهحط لها شوية بابريكا نص معلقة برضو يا بنات، ونص معلقة فلفل اسمر، وشوية ملح. امسكي بقى البصل ده ادعكيه دعكة تمام في قلبك، ادعكي يا مسك على قد ما تقدري لحد ما ينزل المية بتاعة البصل. خلاص كده دعكناه وخليناه زي الفل. تعالوا بقى نحط البطاطس بتاعتنا. انا بالظبط مقطعة 3 بطاطسيات يا جماعة. هحط شوية تتبيلة كده وادعك البطاطس بالتتبيلة ديت. ايوه كده عسل. خلاص كده اركني بقى الخليط ده على جنب، وتعالي نجيبوا الفراخ اللي احنا غسلينها ومخلينها قشطه بيضه. ادعكي بقى الفراخ بالتتبيله دي يا بنات، خليها عسل، وحطي تحت الجلد كمان شويه تتبيله بحيث ان الفراخ تتبل معاكي وتبقى قمر. ايوه كده. ما شاء الله تبارك الرحمن، صلى على رسولنا الكريم يا ست الكل. ويا ريت تحطي لي لايك من ايديك الحلوه ديت، وكومنت حلو كده تعرفيني انت من اهني بلد وبتعمليها ازاي. هنقطعه بس كده، نفتحه كمان الكتف يا جماعه بيبقى فيه لحم كتير، فايه يا ريت تفتحوه كده عشان بحيث ان التتبيله تدخل جواه كده وتبقى طعمها عسل. خلاص كده خليناها قشطه بيضه. تعالوا بقى نرص بقى الفراخ على وش الصينيه. رصي بقى الفراخ بتاعك كده بتاعتك على وش الصينيه. ما شاء الله. لايكك بقى يا ست الكل كده. خلاص كده دعكناها كويس خالص وبدأنا نرصوها يا بنات في الصينية زي ما انتوا شايفين. والرجول يا بنات كمان، الرجول دي طعمها بتبقى زي السكر في صينية الفراخ. تعالوا بقى نجيب شوية التتبيلة اللي فاضلين ونحطوها على وش الفراخ من فوق. ايوه كده. ما شاء الله. معايا بقى يا بنات نص كيلو طماطم، انا مسكته ضربته في الخلاط وصفيته كمان من البذر، وبعد كده هحط له معلقتين صلصة كبار خالص يا بنات. كده معلقتين صلصة وقلبي كده في الخليط، وحطيه بقى على صينية الفراخ. ما شاء الله تبارك الرحمن. الصينية دي يا بنات لما نجربوها بالطريقة دي مش هتبطلي تعمليها بإذن الرحمن. ايوه كده. احنا طبعا مولعين الفرن بتاعنا وسخن جدا، واحط لها شوية زيت كمان. لازم يا بنات تدخلوا الفراخ بتاعتكم او اي حاجة تعمليها في الفرن يكون الفرن سخن كويس جدا. تعالوا بقى تجيبوا لها ورق زبدة. ايوه كده، وورق فويل عليها من فوق، وتكمريها الكمرة التمام عشان تستوي معاكي بسرعة. خلاص كده جهزناها وبقت زي الفل معانا. تعالوا بقى نحضروا طاجن، وهو بقى الفرن متولع. تعالوا نعملوا طاجن بقى رز معمر. غسلت الرز بتاعي كويس جدا. ما شاء الله. وهحط له شوية اللبن بتوعي، تقريبا دول كيلو الا ربع رز عليهم نص كيلو لبن كامل. وهحط له الملح بتاعي. ايوه كده، قلبي بقى عشان الملح ما ينزلش في القعر بتاع الرز. وهحط شوية فلفل اسمر كمان يا بنات. تعالوا بقى ندخلوا بقى الحاجات القمر دي الفرن. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا انا مولعه الفرن بتاعي والفرن بتاعي سخن جدا. يلا يا ست الكل بقى لايكك وشيرك وكومنت حلو تشجعيني فيه، ويا ريت
اول مره يشوف قناتي يعمل لي اشتراك للقناه. تعالوا بقى شوفوا الطاجن ما شاء الله عامل الوش التحفه الجميل ده يا بنات. هحط له حته سمنه بلدي وشويه زيت. ايوه كده قمر. حاجه كده يا بنات تفتح النفس، وان شاء الله هتجربوها تعجبكم. بعد ما حطيت السمنه بتاعتي هغطيه عشان خاطر يكمل سوا. وصينيه الفراخ طبعا بتستوي. رق ما استوت معايا يا بنات هبدأ اشيل الورق الفويل وورقة الزبدة عشان تبدأ تاخد وش معايا. تمام كده. هدخلها بقى تكمل وتاخد الوش بتاعها الجميل الايه الذهبي ده يا بنات اللي يفتح النفس على الاكل. تعالوا بقى شوفوها بعد ما خدت الوش التمام. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة كده عسل. وبعد ما طلعت الاكل بتاعي من الفرن يا جماله يا جماله، حاجة كده يا بنات زي السكر. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. تعالوا بقى نغرفوا شوية رز كده في طبق. غرفنا شوية رز يا بنات بالوش بتاعه كده العسل ده. تعالوا بقى نطلعه بقى الورك كده. ما شاء الله الفراخ دايبة دوب معايا، ولا البطاطس كده دايبة ناعمة ودايبة يا بنات. تعالوا بقى نحط شوية صوص كده، انا بحبها تكون يعني فيها شوية صوص عشان نغمسه بيه. بصوا يلا بقى اللي عجبه الوصفة دي يعمل لي لايك وشير، واسيبكم في رعاية الله. سلام.